أغرب مقارنة ممكن تشوفها بين أحسن سندوتش مكرونة موجود في المحلة. لو أنت من المحلة تعرف سندوتش المكرونة دي حاجة عادية، إنما لو أنت مش من المحلة هتحس إن الموضوع غريب شوية. النهارده بقى هنقارن بين مطعم على الله ومطعم ابو عمر ومطعم ابو سعده ومطعم غالي، ودول تقريبا من اكتر المطاعم المشهوره بسندوتشات المكرونه في المحل. طلبنا نفس الاوردر من الاربع مطاعم، هما 3 سندوتشات مكرونه. ال3 سندوتشات في ال3 مطاعم ب10 ونص، ما عدا مطعم على الله هو اللي كان سندوتش ب4 جنيه، التلاته ب12 جنيه. ونبتدي باول حاجه بمطعم ابو عمر. سندوتشات بقى المكرونه بيبقى ليها تتبيله كده خاصه عند ابو عمر، وابو عمر فعلا من احسن الناس اللي بتعمل سندوتشات مكرونه في المحل. احنا هنجرب بقى طعم المكرونه كده مع الميكسات، ونديلكوا التقييم في اخر الفيديو عن مين احسن سندوتش مكرونه في المحل. سندوتش زي ما انت شايف كده بيبقى عيش بلدي وبيجي معاه سلطه. 3 سندوتشات ومعاهم سلطه ب10 جنيه ونص، انا شايف ان هي وجبه كويسه جدا. نخش بقى على الله، ال3 سندوتشات بس ومن غير سلطه ومن غير اي حاجه. بس بصراحه المكرونه بتاعت على الله هي جامده جدا، وتحس كميه الصلصه اللي موجوده في السندوتش كتير، مش زي السندوتشات التانية. وكمية المكرونة كمان في العيش كتيرة، بس هو العيش صغير شوية، ده عيش مش بلدي، ده عيش أبيض أو عيش شامي. على الله من أقدم المطاعم اللي بتعمل مكرونة أصلا، سندوتشات مكرونة في المحل. هو الاختراع ده كويس، لو أنت جربته قبل كده قول لي رأيك إيه في الكومنتات. ولو أنت ما جربتوش حاول تجربه، حاول تجيب مكرونة من أي حتة وتحطها في عيش وتجربه كده وقول لي برضه رأيك. نخش بقى على أبو سعدة، كان مدينا سلطة وعينت كده رز بلبن كمان مع ال3 سندوتشات. تخيل كل ده ب10 جنيه ونص. العيش عند ابو سعده كان برضو عيش بلدي، وكميه المكرونه والصلصه بصراحه برضو كانت كويسه وكتير. العيش كان مهري شويه بس عشان انا واخده تيك اواي، بس الكميه زي ما انت شايف كده كويسه. والسلطه كمان كان طعمها كويس من عند ابو سعده. طبعا احنا طلبنا الاوردرات دي وخدناها كلها ورحنا قعدنا على الكورنيش بتاع كفر حجازي، وقلنا نعمل لكم ريفيو من هناك بعد ما اشترينا من الاربع مطاعم. القعده بصراحه على الكورنيش بتاع كفر حجازي دي حلوه قوي بالليل قصاد نادي الصيد الناحيه التانية. نخش بقى على رابع مطعم ورابع تجربة، وهو مطعم غالي. بيجي معاه برضو سلطة والعيش بتاعه بيبقى بلدي، وكمية الصلصة برضو وكمية المكرونة أنا شايف إن هي كويسة برضو. نقيم بقى ونقول رأينا في أحسن مطعم. من وجهة نظري أحسن مطعم هو على الله، وبعدين أبو عمر، وبعدين أبو سعدة، وآخر حاجة يجي مطعم غالي. وبكده كان انتهت تجربتنا النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد وتجربة جديدة ومقارنة جديدة. ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامدة جدا، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة.